لو مستني مني ان اكلمك في الفيديو ده عن فنيات فده مش هيحصل، لان احيانا بيكون في حاجات اهم بكتير من الفنيات. اولهم الروح والحماس والرجولة، والاهم من ده كله لازم نعرف احنا فين. لو بصينا على الموسم ككل هتلاقي ان في كل مباراة الزمالك بيتأخر فيها في النتيجة كنا دايما اسوأ واقل حماس وروح ورجولة. يمكن الفرق الرقمي في عدد النقاط مش كبير، بس ده مش عشان الزمالك قوي، ده عشان الاهلي ضعيف او كان ضعيف. طب هل الموسم مات وده رساؤه؟ لا، عندنا مدرب كبير ولسه في الموسم كتير، ولسه افريقيا هتفتح ابوابها. بس عشان نبدأ في اللي جاي لازم نعرف احنا فين بالظبط، ووصلنا هنا ازاي، واحنا اصلا عايزين ايه. ما كانش عندي مانع اننا نخسر النهارده، لان المنطق بيقول ان سكوادنا ضعيف جدا وما ينفعش يتحط في مقارنه مع سكواد بيراميدز ولا الاهلي ولا سيراميكا كليوباترا. الحاجه الوحيده اللي كانت ممكن ترجح كفتك النهارده، وهي بالمناسبه اللي كانت بترجح كفتك في كل مره بتلعب فيها قدام بيراميدز، وهي رجولتك ودوافعك اللي بتخليك عايز تكسب، مش عشان الفلوس انما عشان جمهورك. ودي الحاجه الوحيده اللي عمرها ما كانت موجوده عند فريق زي بيراميدز. وللاسف ما كانش فيه رجوله ودوافع من الزمالك، فبقى فيه تساوي بينك وبين بيراميدز. ولان سكواد بيراميدز متكامل اكتر منك مليون مره، فدي كانت النتيجه. على فكره، لما الاهلي لعب بيراميدز واتاخر 2-0 كنا بنقول مستحيل الاهلي يرجع، وده عشان سكواد بيراميدز فعلا اقوى من سكواد الاهلي بمراحل مؤخرا. بس عشان الاهلي استعاد رجولته واستعاد دوافعه، في دقيقتين بس قدر يتعادل وكان ممكن يكسب في اي لحظه. انما انت النهارده بيدخل فيك جون بخطأ كارثي من الونش، فبتفقد الامل انك ممكن ترجع في النتيجه. ولما انت كلاعب المفروض بتقبض بالملايين بتفقد الامل وبترمي الفوطه بعد اول جون بيجي فيك. امال انا كمشجع غلبان اعمل ايه؟ تخاذل، قله حيله، اصابات ورانا مش عايز تسيبنا في حالنا. ماتش النهارده يتلخص في 5 تخاذلات كلهم اهم من بعض. واحد، بتخاذل من نجم فريق الاول واللي في اوقات كتير كان هو مصدر اعاده الشغف ليا، لكن هو فين النهارده؟ او هو فين من اول الموسم؟ كل ده عشان تجديد عقد؟ ولا انت بتعمل كده عشان ما نزعلش لما تمشي؟ ايه اللي يخليك تظهر بالمستوى ده؟ ايه اللي يخليك بتستخبى في الخط بعد ما كنت اول لاعب بتنزل عشان تاخد الكوره؟ ايه اللي يخليك تبقى سيء في العرضيات اللي انت كنت احسن واحد في مصر بيعملها؟ ايه اللي يخليك تفقد روحك ورجولتك اللي كنا بنشوفها منك حتى واحنا في اسوأ حالاتنا؟ زيزو النهارده اسوأ لاعب في المباراة بكل تأكيد، ومش عارف ايه اللي يوصلك ان شلبي والجزيري يعملوا ماتش احسن منك. اتنين، بتخاذل من افضل مدافع في فريقي في اخر 10 سنين. الكرة دي كانت محتاجة شوية رجولة. الكرة دي مفيش حد ابدا كان يقدر ياخدها من الونش لو هو كان في حالته. وحتى حسام عبد المجيد اللي عمل شوط اول عالمي رمى الفوطة بعد اول جون دخل فينا. تلاتة، بتخاذل من المدير الفني اللي مشفق عليه جدا من سكواده الحالي. ولكن السؤال، ليه بنتايج ما يبدأش الماتش ده؟ ليه ناصر منسي يقعد على الدكة وما يبدأش الماتش ده؟ معقول فريق بحجم الزمالك مش عارف يبني هجمة واحدة توحد ربنا من غير عبد الله السعيد؟ معقول عشان لاعب واحد يتصاب الفريق كله يعطل؟ أربعة، بتخاذل وكالعادة من الديفندر بتاعي. الديفندر اللي المفروض دوره الرئيسي انه يعطل لي اي هجمة، لا، سايب ابراهيم عادل رايح بالكرة دي، وسايبه بكل سهولة ورافع ايده عشان ما يعملش فاول. لا يا اسطى، اعمل فاول، ابوس ايدك اعمل فاول، دي هتتحسب فاول مش ضربة جزاء. اعمل فاول وخد انذار مش مهم، بس ما تسيبوش يعدي من قدامك دي. خمسة، بتخاذل من ادارتي اللي من اول يناير عمالين نقولوا يا جماعة عندنا ماتشات مهمة في الشهر ده، لازم نعمل صفقتين على الاقل قبل ما نلعب بيراميدز. لازم نعمل صفقات عشان نقدر ننافس. لازم نعمل صفقات عشان ما نبقاش مهزقة لاي فريق معاه نص ملعب قوي. قلت قبل كده في حلقة ماتش انيمبا ان الزمالك فعلا بيلعب كورة، بس انا مستني اشوفه قدام فريق متكتل دفاعيا، واشوفه قدام فريق فتح خطوطه وبيهاجمك. وللاسف الزمالك خسر في الماتشين، وده عشان ربنا خلق لنا عقل ولازم نفكر بيه. انت لازم تكون وحش قدام فريق متكتل دفاعيا من غير عبد الله السعيد، لان مفيش حد زيه هيديك الحل المثالي. ولازم تكون وحش قدام فريق بيهاجمك وعنده نص ملعب اقوى منك، لان انت نص ملعبك فيه دونجا ومحمد السيد. الاصابات اللي بنشوفها بتحصل للفريق دي مش صدفة، بالعكس ده شيء متوقع للجميع. لما يكون انت الفريق الوحيد في العالم اللي بتلعب كل يومين ماتش بنفس ال11 لعيب،
يبقى لازم يحصل عندك إصابات. في الأخير اللاعب اللي اتخاذل النهاردة هيصحى بكرة ولا كأن في حاجة حصلت، ولو سجل الماتش الجاي هنطلع نتباهى بأرقامه وبإحصائياته. بس الحاجتين اللي لازم تبقى عارفهم إن الزمالك مستحيل ينافس على أي بطولة لو هيكمل باللاعيبة دي، والحاجة التانية إنك لازم تبقى متأكد إن الجمهور هو اللي بيشيل الطين في أي تخاذل بيصدر من أي شخص في المنظومة. بالنسبة لجمهوره ثقافة قبل أن يكون عشقا، ولا تسأل الزملكاوي لماذا أحببت الزمالك، هي فطرة عند النشأة وعند الميلاد. الزمالك جينات لا تورث، تعشق وتثقف قبل أن تأخذ قرار حبه وعشقه.